ايوه لازم اقف احتراما وتقديرا لسعد المجرد ولهذه الاغنيه الجميله جدا جدا جدا، وهنتكلم عن ده النهارده، بس ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. بياخدنا من كل حوالينا من الوقت بيسرقنا. محتال الحب، هي اسمها محتال، الحب محتال، بيخادع، بيدخل عليك ما تعرفش ازاي وبيجيبك من غير ما تفكر. اغنيه جميله ومعنى جميل جدا، بس طبعا باللبناني اسمها محتال الحب. الاغنيه كلمات رامي شلهوب، لحن وتوزيع جمال ياسين، اخراج الرائع كريم بنيس اللي انا التقيته في مصر لما جه سعد المجرد، وشخصيه قد ايه رائعه وقد ايه فنان، وانا قلت له الكلام ده وقلته عنه كتير. كريم بنيس الرائع، كريم بنيس اللي اخرج بالمناسبه يعني العاشق الهايم، اللي كانت كلماتها قليله شويه، ولكن ابداع كريم بنيس اظهر ابداع سعد المجرد. نفس الموضوع برضه هنا، كلمات قليله شويه بس مش مشكله، الاغنيه طالعه تحفه روعه ما شاء الله، واللحن جميل ورقيق جدا. الاغنيه من انتاج سعد المجرد ونازله طبعا على قناه سعد. اخدنا من كل حوالينا. الاغنيه في مقام الكرد، كرد النوى، كرد الصول. وربما البعض يقول انها في مقام نهواند الدو. يجوز وايقاعها ايقاع مقسوم جميل كده لافت حلو. الاغنيه طبعا باللهجه اللبنانيه، وهذا اللي خلاني اقوم اقف واسقف. انا هقوم اقف تاني. انتصار المعلم ديال المغرب وديال الوطن العربي كله، انتصاره في اللهجة اللبنانية. انا شايف انه بالاغنية دي بيقول بقى زياد بيرجي وملحم زين اقعدوا على جنب، اقعدوا بقى اسمعوا المعلم دخل الميدان ديالكم، الميدان اللبناني، اقعدوا بقى على جنب كده وسعوا وتعلموا. الأغنية رائعة جدا، حالمة، حلوة، فيها حب، فيها جمال، فيها مشاعر، فيها غنى، مع العلم بأن الكلمات قليلة زي ما قلنا. ولا الأغنية 3 دقائق بس، يظهر دي بقت الموضة بقى أن الأغنية ما تزيدش عن 3 دقائق وتكون كوبليهين. الأغنية 2 كوبليه والسينيو اللي بيتعاد، يعني نقدر نقول 2 كوبليه بالسينيو ديالهم وخلصنا على كده، وال2 كوبليه بلحن واحد، ومفيش تحويلات مقامية خالص، والإيقاع كله إيقاع المقسوم الحلو ده، بس فيها جمال سبحان الله تدخل على القلب. ربما لاننا مفتقدين ده دلوقتي، مفتقدين المشاعر، مفتقدين الحب. كريم بنيس يا جماعه جسد لنا شهر العسل، جاب لنا شهر العسل وملامح شهر العسل، ودي جت لفتة رقيقة منه جدا، انه حب يقول لك ان الحب الصادق هو الحب بين الزوجين، هو الحب بعد الزواج، هو ده اللي بيدوم. فاراد واقنعنا كريم بنيس ان هم ازواج فعلا، وان ده لانه جايب بقى يعني مظاهر تقريبا في مصر عليها الصباحيه، اعتبروها الصباحيه، اعتبروها احد ايام شهر العسل. الفيديو فتح اداك طاقه حب واداك معنى الحب بصوت العصافير. انا اعتقد دي اضافات كريم بنيس. ابتدى بصوت العصافير وهي تغرد، ثم دخل بالكاميرا من فوق على بركة السباحة اللي في المنتجع اللي هم بيقضوا فيه شهر العسل. حكى لك كل ده مع زاية العصافير فقط. تعالوا نشوف اللقطة دي. سمعنا ادينا صوت العصافير والماء والخضرة، ناقصنا الوجه الحسن، صح؟ بس الوجه الحسن طبعا انا قصدي على وجه سعد. للاسف هو ما جابلناش وجه سعد، هو جاب وجه العروس وهي نايمه. طبعا يعني العروسه مش جميله قوي، او الموديل اللي بتمثل العروس مش جميل قوي، وده جميل يعني، ده عاجبني ان هو ما جابش بنت بمقاييس جمال فظيع، لا هو جايب الزوجه ذات الملامح الهادئه. تمام. وان كنت انا يعني مش عجباني الموديل، كانت ممكن تبقى برضه ذات ملامح هادئه ولكن احلى من دي شويه، ولكن خلاص جميل. ففتح من عندها. طب ليه ما فتحش من وجه سعد المجرد؟ هقول لكم، لانه جاب صوت سعد وهو بيقول. سعد قايل حاجتين قبل ما يغني، ابداع كده من قبل ما يغني. قال حاجه اسمها هامينج، اللي هو الصوت ده، وبعد كده لا 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 لا، يعني الهامينج دي حاجه واللا لا حاجه تانية، انه بيغني اللحن بالمقطع لا. كانه بيقول لعروسته، بيهننها، بيغنجها، بيقول لها نامي ننه.
لا 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 لا. اذا فتح كريم بالنيس من على الزوجه والعريس بيقول لها نن اهو نن اهو، ففتحت عينيها. وبعد كده سمعنا صوت سعد. طب برضه ليه كريم بالنيس ما فتحش من على سعد له نظره في كده؟ انا رايي انه خايف على سعد من الحسد، انك مش اول ما يعني المأوى الخضره وهوب تشوف وجه سعد مع صوت سعد. ربما يا رب، هو في مصر نقول حاجه اسمها نجم خفيف، ربما يتصاب بالعين، ربنا يحفظه ويبارك له. قولوا الاول ما شاء الله، انزلوا الكومنتس اكتبوا ما شاء الله عليك يا سعد يا ولد بلادي اللي هي المغرب يعني، لان بلدكم هي بلادي وعلى راسي من فوق. المغرب ابو العالم كله، واذا كنت انا مصري الهويه فانا مغربي الهوى. المهم فتح على صوت سعد، فخاف يوريك صوت سعد وصورته مره واحده ما تضمنش العين تصيبه ولا ايه، فراح فاتح بصوته بس على وجه البنت، بحيث العين لو جت في البنت يلا في داهيه. المهم لا 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 لا، دول 3 نغمات يا جماعه، 3 نغمات والله. صول فامي صول فامي، تسمعهم من صوت سعد كانه قايل كونشيرتو. ايه ده يا عم سعد، ده الله اكبر. لا 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 لا. تعال نسمع النعومة من سعدوش هنا. لا 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 لا. وبعدين بيعيدهم تاني، بس بدل ما يقولهم 3 مرات قالهم مرتين بس، وغير في التسليم. لا 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 لا. هنا اوريكم ملمح صغير، لو قلنا لا 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 وسكت على كده اقدر اقول ان ده مقام النهاوند دو. لو قال كده لا 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 بقى مقام كورد النوى. طب هو عمل ده ولا عمل ده ولا ده؟ هو حيرك كده، دوخك كده، يخلي المحللين الموسيقيين ما يبقوش عارفين المقام ده ايه، لان هم في قرابه بينهما. يعني مقام النهاوند الكامل جنس الاصل فيه هو نهاوند، وجنس الفرع فيه هو كورد، على بعض كده يدي لك مقام النهاوند. لكن انا شايف ان هو مقام الكورد. نسمعهم تاني. لا 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 لا. محتال الحب بيبين سهل بنظرة، ولما منحب محتال الحب بيبين سهل بنظرة. ايه ده؟ انا هكمل لكم الاغنيه كلها في حلقه واحده ولا يبقى لكم الاغنيه قصيره؟ يبقى الحلقه كمان لازم تكون قصيره. كفايه على كده، والى اللقاء. هكمل لكم الباقي في حلقات تانية. اذا اردتم اكتبوا لي في الكومنتس كمل يا مغنواتي. الى اللقاء.